صاحبة القصة هتشوف كل تعليقاتكم، وده لأنها هتاخد أهم قرار في حياتها. قبل ما نبدأ، ما تنسوش الاشتراك في القناة وتعملوا لايك على الفيديو علشان يوصل لكم كل جديد، وكمان ما تنسوش تضغطوا على زر الجرس. صاحبة القصة بتقول: أنا اسمي حسناء، أنا عندي 21 سنة ولحد دلوقتي بدرس في الجامعة. كنت البنت الوحيدة لماما وبابا من وانا عندي 3 سنين. من وانا كنت صغيرة قوي حصلت مصيبة كبيرة قوي في بيتنا. لحد دلوقتي انا بدفع تمنها وبدفع تمنها كل يوم لغاية النهاردة. بابا في يوم من الايام كان راجع من الشغل، لقاني نايمة في الصالة عادي ولوحدي. استغرب جدا ان ماما مش جنبي، ودخل وقال: ماما فين؟ دخل علشان يشوفها في أوضة النوم. كانت الكارثة والمصيبة، الست اللي هي المفروض بيقولوا عليها ان هي امي طلعت مع شخص تاني. والدي وقتها بقى كان مريض بالقلب، كان عنده الضغط، واول ما شاف المنظر ده ما تحملوش وراح واقع على الارض وطب ساكت، مات بالسكتة القلبية. لكن بعدها تيتا اللي هي تبقى والدة بابا هي اللي خدتني وربتني وتولد تربيتي. والدة بابا اللي هي تيتا منعت الست دي ان هي تشوفني نهائي، اللي هي تبقى امي. ونقلنا انا وتيتا في بلد تانية خالص، بلد بعيدة جدا عن البلد اللي احنا كنا عايشين فيها، علشان تهرب من الماضي الأليم. وخافت ان انا اعرف الست دي اللي هي تبقى امي، وكانت خايفة عليا ان حد يعايرني بيها بيوم من الايام. كبرت وتربيت مع تيتا طول عمري، وانا عارفة اني خلاص يتيمة الاب والام. لكن اللي كنت مستغربه جدا هي معاملة عمامي. عمامي كانوا بيكرهوني جدا، هما وولادهم وزوجاتهم، وكانوا دايما لما بيجوا يزورونا اسمعهم بيقولوا لتيتا: انتي ليه مصممة انك تربي بنت زي دي؟ كنت ساعتها بستغرب قوي من كلامهم، يعني المفروض عمامي دول هما اللي يحموني بعد ما بقاليش حد في الدنيا وبقيت يتيمة. كنت بسأل بقى تيتا وبقول: هما ليه عمامي بيكرهوني قوي كده وليه ما بيحبونيش؟ دايما تيتا ترد عليا وتقولي: انا عايزاكي مش تحطي في راسك اي حاجة، انا عاوزاكي تفكري في مستقبلك، مستقبلك اهم من اي حاجة، عاوزاكي تكوني احسن مليون مرة من ولادهم. وفي يوم من الايام كنت انا طالعة من المدرسة، وكنت في اخر سنة في تالتة ثانوي، لقيت واحدة ست جاية ورايا وعمالة تنادي عليا، بتنادي عليا باسمي وتقولي: حسناء. وقفت وسألتها: مين حضرتك؟ انتي تعرفيني؟ لقيتها بتقولي: انا مامتك، انا مامتك يا حسناء. قلت لها: ماما ازاي؟ انا مامتي ماتت من زمان. ورحت ماشية وسبتها، وقلت دي باين عليها ست مجنونة. وروحت البيت وحكيت لي تيتا عن اللي حصل لي وعلى الموقف ده. قالت لي: لا اوعي تصدقيها. تيتا قالت لي: ده الست دي كدابة، ولو شفتيها تاني اوعي تتكلمي معاها مرة تانية. وفي اليوم التاني على طول لقيت نفس الست برضو واقفة على باب المدرسة وعمالة تنادي عليا. رحت انا مزعلها وقلت لها: انتي كدابة وبعيدي عني. تقوم تحلف وتقولي: والله انا مامتك، انا مامتك يا حسناء، ودي كمان شهادة ميلادك اللي بتأكد كلامي. مسكت شهادة الميلاد ولقيت اسمي فعلا موجود، واسمها كمان ان هي تبقى امي. حسيت وقتها ان انا هقع من طولي. يعني ايه انا مش مصدقة؟ يعني ايه ماما لسه لحد دلوقتي عايشة؟ امال ليه الكل معرفني ان هي ماتت من زمان وان انا خلاص يتيمة؟ روحت يومها البيت وكنت متضايقة جدا من تيتا، هي ليه بتضحك عليا وبتقولي كده؟ ولما سألتني: انتي مالك قاعدة زعلانة ومتضايقة ليه؟ حكيت لها كل حاجة وقلت لها: يا تيتا انتي ليه كدبتي عليا؟ انا شفت شهادة ميلادي ودي تبقى فعلا ماما. قالت لي: بصي يا حسناء، الكلام اللي انا هقولهولك دلوقتي ده ما كنتش اتمنى في يوم من الايام ان انا احكيهولك، لكن للاسف بقى بعد ما الست دي ظهرت في حياتنا هضطر ان انا احكيلك على كل حاجة. بس الكلام اللي هحكيهولك ده للأسف كلام هيعذبك طول عمرك وطول حياتك. حكت لي بقى عن يوم وفاة بابا وخيانة الست دي لوالدي، وقالت لي: دلوقتي بقى اقدر اقولك انتي ليه عمامك ما بيحبوكيش وبيكرهوكي وبيعاملوكي وحش؟ هما معتقدين ان انتي يعني استغفر الله العظيم بنت حرام، وان انتي مش بنت ابني، لكن انا متأكدة ان انتي بنت ابني ومتأكدة من دمك ولحمك. وعمامك اخدوا الموقف ده علشان يستغلوا الورث
لأنهم كانوا طمعانين في ورث والدك الله يرحمه بعد ما مات، وعاوزين كمان يرموكي بحجة إن هم شاكين في نسبك. أول ما سمعت تيتا وهي بتقول الكلام ده دخلت وقعدت أعيط. معقولة معقولة أمي اللي ربتني، أمي اللي ولدتني تطلع بالشكل ده؟ كنت بروح بقى المدرسة من بعد ما اتقالي الكلام ده وأنا مرعوبة، مرعوبة إن أنا أشوفها أو أقابلها تاني. وبعد أسبوع جاتلي تاني عند المدرسة، رحت مزعقلها وقلت لها أنا عرفت عنك كل حاجة، ودلوقتي أنا مش عايزة أشوفك مرة تانية قدامي، انتي بالنسبة لي خلاص متي من زمان. لقيتها برضو بدأت تطاردني وبدأت تكلم صحابي عني وتقول لهم عني كلام مش كويس، وإن أنا بنت مش عاقة لأمها ومش حابة أرجع لأمي، وإن أنا طلعت كلام إن أمي ميتة وإن أنا بكذب عليهم. ساعتها صحابي بدأوا يبعدوا عني وبدأوا يكرهوني من يوم ما ظهرت الست دي في حياتي وأنا عايشة في جحيم. وفي يوم من الأيام فكرت إن أنا لازم أروح لها وأقول لها يا ريت تسكتي عن العمايل اللي انتي بتعمليها فيا دي، انتي ضيعتي مستقبلي ودمرتيه. وسألت تيتا عن عنوانها ورحت وسألت عنها على المكان اللي هي عايشة فيه، وللأسف سمعت عنها أسوأ كلام ممكن يتقال عن واحدة ست. ساعتها رجعت البيت وقلت لتيتا ان انا خلاص لازم اخد اجازة من المدرسة لغاية الامتحانات، وبعد ما اخلص الثانوية هننقل في بيت تاني عشان الست دي ما تعرفش عننا اي حاجة. وفعلا بدأت ادرس في البيت واخدت السنة منازل واخدت الاجازة ونجحت في الثانوية والحمد لله دخلت الكلية. وطول الوقت ده وانا كنت خايفة زي ما يكون عاملة جريمة بالظبط، وخايفة ان حد يكتشفها او حد يعرف حقيقة امي. كان اي شاب يحاول يتقرب مني كنت بصده. كنت دايما كده وحيدة في الجامعة قاعدة لوحدي. الكل كان دايما بيحكي وبيقول عني ان انا اكيد انطوائية او مغرورة في نفسي ومش عايزة اكلم حد، لكن محدش كان عارف ايه كمية الخوف والقلق اللي كانوا جوايا من يوم ظهور الست دي في حياتي. كنت كل ما اكبر الخوف بيبقى جوايا، خايفة ان حد يعرف ان هي دي امي. وفي يوم من الأيام كده لاحظت إن في معيد معانا في الجامعة كان معجب بيا جدا، كان مهتم بيحاول إن هو يقرب لي بكل الطرق. كان هو عنده 28 سنة وكان اسمه حسام، وكان إنسان محترم جدا أي بنت تتمناه. لكن أنا بقى كنت على عكس كل البنات، كنت بحاول أصده لما يجي يكلمني، كنت برد عليه بطريقة وحشة بطريقة قاسية جدا، او حتى من غير ما ارد عليه كنت بعامله بعدم اهتمام. حتى المحاضرات بتاعته ما كنتش بحضرها لحد ما بقيت في تانية كلية وجه اليوم المشؤوم. تيتا توفت في اللحظة دي، رحت خلاص وعشت مع عمتي. وفي يوم من الايام كده لقيت حسام ده جاي وطلب ايدي للجواز من عمتي. الحقيقة بعد وفاة تيتا انا ما عادش ليا غير عمتي بس اللي كنت عايشة معاها، لان كانت دي الوحيدة اللي امنتها عليا وعلى ورثي من بابا. كانت خايفة عليا وكانت خايفة عليا من عمامي. تيتا الله يرحمها قبل ما تموت كانت عاملة كل التحاليل، كانت عاملة دي ان ايه علشان تثبت لعمامي ان انا بنت ابنهم. لكن بقى طمعهم وجشعهم في مال بابا خلاهم اتهموه تيتا بالتزوير، وكرههم ليا كان بيزيد لما علي تقدملي. عمتي بقى جت بعد ما علي تقدمني وقعدت معايا وقالت لي يا حسناء انتي لازم توافقي، علي ده شاب كويس واي بنت تتمناه. رديت على عمتي وقلت لها طب وانتي ناسيه المصيبه اللي بتضرتني في كل مكان، المصيبه اللي انا واقعه فيها؟ وطبعا اكيد امي دي هي كمان بتحاول ترجع لي لانها طمعانه في ورثي من بابا. عمتي قالت لي خلاص صرحيه واحكي له يعني ان انتي ما تعرفيش عنها اي حاجه الست دي، وان تيتا هي اللي ربتك، او قولي له ان هي كانت مسافره بره، قولي له اي حاجه. وتاني يوم رحت الجامعه وطلبت ساعتها من حسام ان احنا نقعد في مكان كده بعيد وهادي عن الجامعة علشان احكي له عن موضوع مهم، والموضوع ده لازم هو يعرفه قبل ما يحصل ما بيننا اي ارتباط. وخرجنا وحكيت لحسام عن كل حاجة وكل خوفي ان الست دي تظهر في حياتي. لقيته بيقول لي انا ماليش دعوة بالست دي وماليش علاقة بيها، انا معرفش غيرك انتي، معرفش غيرك يا حسناء، هي بالنسبة لي ميتة برضو. المهم اتخطبنا واتجوزنا انا وحسام بعد شهر، لاني ما كانش ينفع ان احنا نطول في فترة الخطوبة اكتر من كده علشان يعني انا لوحدي بعد وفاة تيتا. وفي يوم من الايام كده حد قعد يرن على التليفون، فراح حسام مسك التليفون لما كان قاعد معايا ورد على التليفون.
قلت له الرقم اللي بيرن ده اكيد رقم غريب ورقم مش متسجل عندي، وانا بصراحة ما بردش على اي ارقام غريبة. يومها راح واخد التليفون مني وقعد يقول الو الو، لكن محدش كان بيرد عليه. قعد ساعتها يتخانق معايا وقعد يعايرني بقى بامي ويقول لي ايوه ايوه ما انتي امك كانت كذا. اول خناقة بعد جوازي بدأ يعايرني بامه، وكلامه كان بيوجعني قوي. ما رديتش عليه ولا كلمة، وسبت له البيت ومشيت ورحت عند عمتي. كنت ساعتها منهارة وعمالة اعيط، تعبت قوي. راحت واخداني للدكتور. للأسف التعب اللي جالي ده الدكتور قال لي انتي حامل. ساعتها عمتي اتصلت بحسام وعرفته ان انا حامل. جالي وقعد يعتذر مني، وروحت معاه البيت وانا كنت زعلانة ومتضايق منه جدا. لكن رجعت معاه لان انا نفسي بصراحة اعيش حياة هادية، نفسي اعيش حياة مستقرة وكويسة بدون اي مشاكل تتكرر المشكلة مرة تانية. وفي يوم من الايام كنت واقفة في الجامعة عادي، كنت واقفة مع زميل ليا، لقيت حسام نادى عليا وبيقول لي انتي مين اللي واقفة معاه ده؟ قلت له عادي ده واحد زميلنا وكان بيسألني عن ميعاد محاضرة. يومها بقى قعد يتخانق معايا وزعيق وزعيق قدام زمايلي في نص الجامعة. يعني فرج عليا الناس وفرج عليا الجامعة وانا بتهزق من جوزي. لما رجعت البيت كمل معايا الخناقة برضه، وقعد يقول لي هو انتي كل يوم بتثبتيلي ان انتي فعلا بنت امك وزيها، مع اني عمري في حياتي ما عملت حاجة غلط ولا غلطت ولا عملت حاجة تغضب ربنا. انا بتحاسب على غلطة انا ما عملتهاش في حياتي، ذنبي ان الست دي تبقى للأسف ماما. يومها واحنا بنتخانق لقيته رمى عليا يمين الطلاق، وفعلا اتطلقت رسمي بعد كام شهر من جوازي ورجعت بيت عمتي. مشكلة حسام ان ما اكتفاش بكده، ده راح لعمامي وقال لهم عني كلام زي الزفت، كلام وحش قوي. قال ان انا على علاقة بواحد تاني، وطبعا عمامي ما صدقوا وما صدقوا كلامه ووقفوا معاه وشهدوا معاه علشان ياكل حقوقي الشرعية. واتطلقت من غير ما اخد منه اي حق من حقوقي، اتطلقت من غير ما اخد منه ولا مليم. وبعد كام شهر ربنا رزقني ببنت، واما اتصلت عليه علشان نعمل شهادة الميلاد رفض وقال لي لا، وانا اعرف منين ان دي بنتي؟ دي مش بنتي، انا مش هعترف بيها ولا هكتبها باسم. ساعتها ما كنتش عارفة اعمل ايه، سكت وما قلتش غير حسبي الله ونعم الوكيل. ربنا القادر ان هو ياخد لي حقي من جوزي ومعمامي اللي شوهوا سمعتي وفضحوني في المكان اللي انا عايشة فيه. يمر سنتين على الحال ده وانا عايشة مع عمتي، وفجأة لقيت اتصال من جوزي اللي هو بقى طليقي، وعرفت ان والدته توفت وان كمان اخوه توفى في حادث، وان ربنا انتقم منه اشد انتقام. لقيته بيتصل عليا وقعد يعتذر لي على اللي عمله معايا، وقال انا ندمان، انا حاسس ان انا ظلمت كتير قوي في حياتي، وخلاص انا هرجع اكتب البنت دي باسمي. ولما حكيت لعمتي على كل اللي حصل ده قالت لي معلش سامحيه، المسامح كريم وربنا بيسامح، واحنا البشر لازم نسامح. وقالت لي ارجعي ارجعي عشان يثبت للناس ان انتي ما عملتيش حاجة غلط، وان البنت دي تبقى فعلا بنته. انا بصراحة مترددة ومش عارفة اعمل ايه، انا خايفة ارجع اعيش معاه في نفس العيشة ونفس المشاكل اللي حصلت، ويفضل يعايرني بامي ويعايرني بيها مرة واتنين وتلاتة. انا خلاص ما عندش مستحملة اسمع حتى سيرتها ونفسيتي بتتعب. وفي نفس الوقت انا خايفة قوي على بنتي ومستقبلها، مش عايزاها تعيش نفس المعاناة اللي انا عشتها، انا عايزاها تتربى في اسرة مستقرة وسعيدة. وكمان انا عايزاه يكتبها باسمه. اتمنى ان انا اشوف كل ارائكم في التعليقات، ارجع له ولا لا؟ ياريت تنصحوني، انا فتحت قلبي ليكم ومستنية كل ارائكم وتعليقاتكم في التعليقات. ما تنسوش كمان لو الحكاية والقصة عجبتكم تعملوا لايك واشتراك للفيديو، دعمكم يهمنا علشان نستمر.